دهينة عراقية، 5 أكواب شكر، كوب ونص دهن حر، كوب حليب، شوية عصير ليمون، رشة ملح، ونخلط المواد كل زين. 3 قلاصات طحين لحد ما يصير عندكم الخليط بهذا الشكل. معه هذا هو الخليط الأصلي مال الدهينة. نجيب لنا هيك قالب حلو مرتب ونمسحه بالدهن الحر. هسه نجيب مبرود جوز الهند ونغرقها، وهسه نقول بسم الله وننزل الخليط مالتنا ونفرشه بالتساوي. وهسه الدهينة مالتنا جاهزة حتى تدخل على الفرن. الريحة بعد ما نتحمل مال جوز الهند، خلينا نسويها على مود نجربها سوية. خليها بالفرن وارجع لكم. وهنا الدهينة مالتنا جاهزة وريحتها تخبل. وهسه نقول بسم الله ونجرب الطعم. بسم الله. يعني صدق طعمها انتم تكملون بالتعليقات.